السلام عليكم اخواني كيفكم؟ شلونكم؟ بألف خير وصحة يا اخواني. اليوم رجعت لكم بحلقة جديدة وفيديو جديد. اليوم رجعت لكم بحلقة مع قصة شاب راعي غنم. قبل أن نبدأ بتمنى منكم تفعيل زر الجرس ونوصل لهدفنا 200 ألف، وشكرا على 100 ألف والدعم اللي عم تدعموني إياه. يسلموا كتير لكم. اخواني بتمنى من الكل انه يشارك هالقناة لجميع اصدقائكم واهلكم مشان تكبر عائلتنا يوسف السوري. هيا قبل أن نبدأ بالحلقة بتمنى منكم تصلوا على حبيبنا النبي عليه الصلاة والسلام. مشاهدة ممتعة. طبعا يا اخوان تبدأ قصتنا مع واحد راعي غنم. هو شاب عنده ضيعة، هو وأهل مدينته ساكنين فيها، هو وجيرانه ساكنين بالمدينة. المهم قرر يعمل مقلب بأهل ضيعته. طلع على الجبل هو وأغنامه وصيح بأعلى الصوت عنده عم يقول: ذئاب عم تاكل خواريفي، ذئاب عم تاكل خواريفي، بليز تعالوا ساعدوني. المهم صدقوه واجوا لعنده. طلعت كلها كذب بكذب. المهم فعصبوا عليه ونزلوا تحت على الضيعة. المهم تاني يوم كمان الشاب هذا نفس المقلب عملوه بأهل ضيعته. راح على الجبل وصيح بأعلى ما عنده انه الذئاب عم تاكل خواريفي. كمان مرة اجوا لعنده اهل الضيعة وشافوا الكذب. طلعت كله كذبة. اجا تالت يوم وهو اخر يوم الكذب. طلع على الجبل كمان مرة، تالت مرة طلع على الجبل وهو بده يصيح. فجأة يلمح يلاقي ذئاب بوجهه وراه، يعني يلاقي ذئاب. هو عم يضرب الذئاب، عم ياكلوا خواريفه وهو ما عم يعمل شي، وعم يصيح على أهل المدينة مشان يجوا ينقذوا خواريفه وينقذوه هو كمان. فهو عم يصيح ما في حدا اجا صدقه. قال مرتين هذا كذب علينا، هاي كمان مرة كمان كذبة. المهم بعد ما أكلوا خواريف كلياتهم وهو نزل من الجبل، المهم بعدين صدقوه انه اكلوا خواريفه، وبيكون هذا عقاب له مشان الكذب وما عاد يكذب بحياته. حبايب القلب، اتمنى لهون بيكون خلص نهاية القصة. ما عجبكم الفيديو لا تنسوا زر لايك والاشتراك، وشكرا لك. شكرا كتير من قلبي لكم للدعم اللي عم توصلوني اياه. بتمنى منكم تحقيق ربح 1,000,000 مشترك. ان شاء الله نحقق 1,000,000 مشترك بأسرع وقت. قبل لا ننسى، لا ما ننسى شي. شكرا لكم على 100,000 مشترك، وان شاء الله جايبين دول على الفضي تبع اليوتيوب ونفتحه قدامكم. وانا اسف انه ما عملت حفلة على 100,000، انه انتم بتعرفوا وضعي بليبيا هيك يعني. المهم فالهم بيكون وصلني هذا الفيديو، وانتظروني بحلقة تانية وجديدة وفخمة وحلوة. سلام.